السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا حبايبي النهاردة تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، مادة الدراسات الاجتماعية. هناخد النهاردة الدرس الثالث وهو مشكلة الزيادة السكانية في بلدنا. مشكلة الزيادة السكانية في بلدنا، طبعا احنا عارفين ان في كثافة سكانية في مصر، والنهاردة هنتعرف اكتر ايه هي واسبابها وايه اللي بيتعلق بالمشكلة الزيادة السكانية وايه النتائج طبعا اللي بتترتب عليها. اسباب ايه هي المشكله الزياده السكانيه؟ يعني ايه مشكله زياده سكانيه، او يعني ايه اصلا زياده سكانيه؟ يعني ان في زياده في عدد السكان بنسبه اكبر من الموارد والخدمات المتاحه. يعني نسبه السكان كتيره جدا بنسبه كبيره عن الموارد المتاحه في البلد دي وعن الخدمات اللي هي المفروض بيحتاجوها. كمان ديت بالنسبة لتعريف الزيادة السكانية، او ان انا يعني ايه معنى كلمة زيادة سكانية. يبقى تاني نقول زيادة سكانية يعني زيادة عدد السكان بنسبة اكبر من الموارد والخدمات المتاحة. طيب لما اجي اقول اسباب المشكلة بتاعت الزيادة السكانية دي ايه هي الاسباب اللي ادت بيا ان يبقى في مشكلة او ابقى بعاني من مشكلة زيادة سكانية؟ هنقول طبعا في عدة أسباب، وطبعا منها تفضيل الذكور على الإناث، وطبعا الرعاية الصحية، الزيادة المبكرة وكثرة الإنجاب. طبعا عارفين ان الزواج المبكر في الأرياف، فطبعا زواج مبكر بيصاحبه على طول كثرة إنجاب. طبعا الحاجات دي بتحصل في الريف. كمان في تفضيل الذكور على الإناث، بيفضلوا طبعا حالات الذكور على الإناث، طبعا برضو بيحصل في الريف. وطبعا المشاكل دي ادت لكثرة الانجاب، علشان تفضل الاسر تنجب في اطفال لحد ما تنجب ولد. انجبت ولد بتفضل تنجب تاني في اطفال عشان يبقوا كذا ولد في الاسرة، ما يبقاش ولد واحد بس او ما يبقوش بنات بس. ودوت طبعا هيؤدي الى ايه؟ المشكلة طبعا بتاعتنا اللي هي الزيادة السكانية. يبقى لما نيجي نقول أسباب المشكلة بتاعت الزيادة السكانية هي إيه؟ هنقول تفضيل الذكور على الإناث، وتحسن الرعاية الصحية. بقى فيه تحسين للرعاية الصحية، فما بقاش فيه وفيات للأطفال ولا الأعمار الصغيرة. وكمان الزواج المبكر وكثرة الإنجاب، وطبعا زي ما احنا عارفين إن دوت بيحصل في المناطق الريفية. طيب لما اجي اقول بما تفسر ان مصر بتعاني من مشكلة الزيادة السكانية. ليه بتعاني مصر من مشكلة الزيادة السكانية؟ هقول نفس الاسباب. يعني ممكن السؤال يجيلي بكذا صيغة وبكذا شكل. ممكن يجيلي في هيئة اذكر السبب، هقول له سبب المشكلة الزيادة السكانية هو تفضيل الذكور على الإناث، تحسن الرعاية الصحية، الزواج المبكر وكثرة الإنجاب. لما يجي يقول لي سؤال تاني بما تفسر تعاني مصر من مشكلة الزيادة السكانية، هقدر اقول له برضو نفس الاسباب: تفضيل الذكور على الاناث، وتحسن الرعاية الصحية، والزواج المبكر. طيب لما يجي يقول لي النتائج اللي ترتبت على تفضيل الذكور على الاناث ايه اللي ترتب لما الناس بقت بتفضل الذكور على الاناث في الاطفال والانجاب؟ هقدر اقول له ان ممكن ده ادى الى استمرار بعض الاسر في الانجاب حتى تنجب ذكرا. يبقى لما يقول لي النتائج اللي ترتبت على تفضيل الذكور للاناث، هقول له استمرار بعض الاسر في الانجاب حتى تنجب ذكرا. طيب تحسن الرعاية الصحية. الرعاية الصحية بقت في البلد مع تقدم العلم والتكنولوجيا، بقى في تحسن في الرعاية الصحية، ما بقاش في نسبة وفيات كتيرة. طيب النتائج اللي اترتبت على الكلام الجميل ده اترتب ان بقى في تراجع او قلة معدل وفيات الاطفال الرضع، وطبعا زيادة متوسط عمر الفرد. يعني ما بقاش في وفيات في العمر الكبير، وما بقاش في وفيات في عمر الاطفال الرضع. يعني بدل ما كان الاطفال الرضع دول بيتوفوا من اتفه الاسباب، اللي بيجيله سخونيه، اللي بيجيله دور برد، اللي بيجيله اي امراض بسيطه جدا ما بيقدروش يلحقوه فكان بيتوفى. فبيبقى في قله في عدد الوفيات. وطبعا البالغين، الاشخاص الكبار اللي فوق ال60 سنة، بيبقى برضو اي امراض بتواجههم بتبقى مناعتهم مش كويسة، ما بيبقاش فيه تكنولوجيا تلحق الامراض بتاعتهم، والطب بيتحدث ان هو يقدر يعالجهم. فبالتالي برضو بيبقى فيه وفيات في السن دوت. دلوقتي الرعاية الصحية بقت كويسة جدا، وبدأت ان هي تتحسن كتير مع تقدم العلم، فبدأ يبقى فيه
معدل الوفيات بينخفض في الأطفال، وزيادة كمان متوسط عمر الفرد. طيب الزواج المبكر طبعا احنا عرفنا ان هما بيزوجوا الأطفال مبكر، وبالتالي بينجبوا كثيرا علشان تفضل الأسرة تنجب لحد ما تنجب ذكر. طيب كمان الزواج المبكر ده يعني ايه زواج مبكر؟ يعني بيزوجوا الأطفال من غير السن القانوني، يعني الأطفال بيتزوجوا دون السن القانوني، يعني أقل من السن المفروض إن الزواج مش أقل من 18 سنة. هم بقى بيزوجوا أولادهم أو أطفالهم قبل السن دوت بكتير، وكمان بالتالي بينجب الأطفال دول بيبقوا أطفال بيخلفوا كمان أطفال صغيرة، فبيبقى فيه تكدس أصلا سكاني. طيب نيجي بقى لنتائج المشكلة الزيادة السكانية دي ايه؟ احنا عرفنا اسبابها وفهمنا هي جات منين. طيب نعرف النتائج اللي هي اتت بعدها. طبعا كل مشكلة عارفين ان بيبقى ليها توابع، يعني كل مشكلة وليها الأثر اللي بيأثر على المجتمع من خلاله. طيب أثر المشاكل الزيادة السكانية ديت ايه؟ طبعا أدى لحدوث كتير من المشكلات، زي زيادة استهلاك الموارد المائية والغذائية. يعني بقى في استهلاك كتير للموارد المائية، واحنا عارفين طبعا ان كمية المية ثابتة عندنا، والموارد الغذائية برضو بقت فيها زيادة استهلاك. وطبعا نصيب الفرد لما هيبقى فيه زيادة في الاستهلاك مع نفس الموارد ثابتة أو نفس كمية الموارد ثابتة ما بتزيدش، فبالتالي يبقى نصيب الفرد منها هيقل. لما نيجي نقارنها مثلا عندي برتقانة، البرتقانة ديت معايا فردين هيتقسموا عليهم. لما هقسم البرتقانة على 2 هيبقى كل واحد نصيب الفرد منهم هيبقى نص البرتقانة. طيب لما يبقى عندي 8 أطفال، مش 2، اما يبقى عندي 8 أطفال ونفس البرتقانة برضو، يبقى نصيب الفرد هيبقى ايه؟ هيبقى قطعة صغيرة جدا، مش هيبقى بنفس الكمية بتاعت نص البرتقانة. فبالتالي هي نفس كده، هيبقى نفس المعلومة دي بقارنها بالزيادة بتاعت السكان. الزيادة بتاعت السكان هيبقى في تكدس على زيادة استهلاك الموارد المائية والغذائية، وطبعا الخدمات والتعليم وكل الخدمات اللي بتبقى متاحة. فبالتالي نصيب الفرد هيقل جدا عن مكان نصيبه وهو متوفر في الخدمات. كمان الضغط على الخدمات التعليمية والغذائية وغيرها وتدني مستواها، هيبقى في ضغط كبير على الخدمات التعليمية زي المدارس والجامعات وكل الحاجات ديت، والغذائية طبعا موارد الغذاء وغيرها، وهيبقى مستواها هيقل. بالتالي انا لما هيبقى في ضغط عندي على المدارس، بدل الفصل مكان بيتيح للطالب ان هو يبقى قاعد مستريح، قاعد مع مثلا 20 أو 30 زميل ليه في الفصل، لا الفصل ممكن دلوقتي مع التكدس السكاني هيبقى فيه ب90 طفل، لأن مفيش مدارس تكفي العدد المهول ده. وطبعا أكيد احنا بنشوف الحاجات دي. تالت حاجة عندي إعاقة مشروعات التنمية في الدولة. طبعا لما يبقى في تكدس سكاني ومشكلة زيادة سكانية، ايه اللي هيحصل عندي؟ هتبقى المشروعات بتاعة التنمية في الدولة يدوبك بتلاحق ان هي تكفي المجتمع الزيادة، مش هتبقى بتحاول ان هي تطور منه، هي بتحاول ان هي تكفي الطلبات بتاعة الأسر، وبتكفي الطلبات بتاعة الخدمات اللي مطلوبة. كمان عندي هيبقى فيه زيادة الطلب على فرص العمل، طبعا ده هيسبب عبء كبير على الدولة، وهلاقي عندي بطالة بدأت تظهر مع مشكلة الزيادة السكانية. هيبقى فيه زيادة على طلب فرص العمل، يعني خريجين كتير هيدوروا على فرص عمل مش هيلاقوا، وناس كتيرة بدون شغل هتدور على أشغال، طبعا مش هتلاقي شغل متوفر لأن في زيادة سكانية ومفيش شركات زيادة متاحة، مفيش وظائف خالية موجودة إن أقدر إن أنا أشتغل فيها. طبعا هيأثر على الشغل. زيادة النفايات وتلوث البيئة، طبعا كمية النفايات هتبقى بيصعب التخلص منها، بيصعب ان احنا نحافظوا على النفايات، ان احنا ما نستهلكش حاجات كتيرة، فبالتالي ممكن نعيد تدوير الحاجة تاني علشان ما يبقاش عندنا نفايات كتيرة. وتلوث البيئة طبعا اكيد لما هيبقى فيه نفايات كتير اكيد هيبقى فيه تلوث، وطبعا دوت هيؤدي الى امراض كتيرة. يبقى نتائج المشكلة بتاعت الزيادة السكانية معايا طبعا هي ادت لحدوث 5 مشكلات.
أول حاجة زيادة استهلاك الموارد المائية والغذائية ونقص نصيب الفرد. زيادة استهلاك الموارد المائية والغذائية ونقص نصيب الفرد. الضغط على الخدمات التعليمية والغذائية وتدني مستواها، أهم حاجة وتدني مستواها يعني مستواها بيقل. إعاقة مشروعات التنمية في الدولة، وطبعا زيادة الطلب على فرص العمل، وزيادة النفايات وتلوث البيئة. طبعا الحاجات دي مهمة جدا ولازم نحفظها، سواء ايه هي المشكلة الزيادة السكانية او ايه هي المشاكل اللي بتحصل اثناء الزيادة السكانية، وايه اصلا المشكلات بتاعت الزيادة السكانية. كمان مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، طبعا احنا عارفين ان كل مشكلة بيبقى لها حل او بنحاول نبحث عن حلول ليها بحيث نواجه هذه المشاكل. طيب لما نيجي نواجه مشكلة الزيادة السكانية، هقول ان في دور للفرد وفي دور للمجتمع. يعني المجتمع ليه دور ان هو يحاول يحل لي المشاكل، والفرد طبعا ليه دور ان هو يحاول يحل لي المشاكل دي. طيب دور الفرد، لما اجي اتكلم عن دور الفرد هقول ايه؟ هقول ان هو المفروض ان في ضرورة ترشيد استهلاك كافة الموارد، يعني لازم ارشد في استهلاك كافة الموارد، ما استهلكش مياه بزيادة او بعدم توعية، ما استهلكش كهرباء زيادة بدون احتياج ليها، ما استهلكش غاز بدون احتياج ليه. يعني استخدم كل حاجة بترشيد استهلاك، يعني استخدم كل حاجة اللي انا اكون محتاجها، مش تكون مهدرة بالنسبة لي. كمان هنظم الأسرة، يعني ما ينفعش الأسرة تقعد تخلف في عيال، تخلف في عيال، كل سنة تجيب عيل، كل سنة تجيب عيل، فبالتالي هيبقى في عدم سيطرة على المشكلة، وهيبقى في تكدس سكاني كتير، وهيبقى في نقص في الخدمات، وهيبقى في نقص في كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها، وهتنتج مشكلات بطالة وعدم تنمية في المشروعات وحاجات كتيرة جدا. فبالتالي يبقى في لازم يكون في ترشيد استهلاك كافة الموارد، وكمان تنظيم الأسرة علشان الموارد والخدمات تقدر تكفي الأسر الموجودة واللي عايشة حاليا، وتقدر ان هي تنمي من نفسها وتطور المشروعات ديت عشان تكفي للأسر اللي لسه هتيجي. وكمان هنظم الأسرة بحيث ان يبقى الأفراد الموجودين هو الخدمات يدوبك متاحة ليهم، ويقدروا ان هم يستخدموها بدون تكدس عليها وبدون تدني مستواها. طيب لما اتكلم عن دور الدولة، ده دور الفرد، وقلنا المفروض ان الافراد كلها هتعمل الحاجتين دول. طيب دور الدولة هيكون ايه؟ هل الدولة هتعمل معايا ايه علشان تقدر تساعدني في ان انا اواجه مشكلة الزيادة السكانية ديت ونحلوا مشكلة بلدنا؟ اول حاجه هتعملي توعيه بخطوره مشكله الزياده السكانيه، يعني هتعمل توعيه زي الاعلانات اللي بتيجي في التلفزيون، زي الاعلانات اللي بتيجي في القنوات السمعيه، زي الراديوهات والحاجات ديت. كل الحاجات دي هتعمل فيها توعيه بخطوره مشكله الزياده السكانيه. كمان هتعمل لي توفير لوسائل تنظيم الاسره ونشر الوعي باهميتها، يعني هتوفر لي العربيات بتاعه تنظيم الأسرة وأي حاجة تكون الأسرة محتاجاها علشان تنظم أسرتها ويبقى مفيش أعداد كتيرة في الأسرة. وهتنشر الوعي كمان بأهمية ان انا انظم اسرتي وما يبقاش افراد الاسرة عدد كبير، علشان طبعا زي ما قلنا الخدمات تكفي لكل احتياجاتنا. كمان هتصدر العديد من القوانين اللي بتجرم الزواج المبكر وعمالة الأطفال. هتصدر قوانين الدولة، وفعلا بالفعل هي حصل كده، هي أصدرت قوانين بتجرم الزواج المبكر، يعني أي حد هيزوج أطفاله مبكرا عن السن القانوني، طبعا ده بيعرض نفسه لمساءلة قانونية. وعمالة الأطفال طبعا برضو الأسر اللي بتخلي أطفالها يشتغلوا طبعا دون السن القانوني بتعرض نفسها لبرضو المساءلة القانونية، ودي بيبقى عليهم حكم ولازم يتنفذ الحاجات دي. وطبعا دي اللي الدولة عملته علشان تحاول تواجه مشكلة الزيادة السكانية. يبقى تاني هنراجع دورنا في مواجهة المشكلة بتاعت الزيادة السكانية ايه؟ قسمناها دور للفرد ودور للدولة. دور الفرد قلنا ان هو هيرشد استهلاك كافة الموارد وهينظم الأسرة، لكن دور الدولة كبير شوية، هي هتعمل توعية بخطورة مشكلة الزيادة السكانية، وهتوفر وسائل تنظيم الأسرة ونشر